ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما يا رب. النهاردة جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة، وان شاء الله تعجبكم. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الحاتي بكل التكات واسرار الكفتة اللي بنشتريها من بره بالظبط. هنعملها النهاردة بطريقة حلوة قوي وسهلة خالص وان شاء الله تعجبكم. فيلا بينا بقى نعملها مع بعض. وقبل بقى ما نبدأ في وصفتنا بتاعت النهاردة، ما تنسوش اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصله كل وصفاتي الجديدة، وفعلوا الجرس عشان اول ما انزل فيديو جديد يوصل لكم على طول. فيلا بينا بقى، يلا نبدأ في وصفتنا بتاعت النهاردة. شايفين الكفتة بعد ما عملتها شكلها تحفة ازاي، وطعمها وريحتها بجد حكاية زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. هنا بقى جبت عندي نص كيلو لحمة مفرومة، وحطيت عليه ملح وفلفل ورشة قرفة صغيرة كده، بس ما كترتش في التوابل يعني أنا عشان عايزة طعم اللحمة يبان. فايه ما كترش التوابل بتاعتي، هو بس ملح وفلفل ورشة قرفة، لو عندك جوز الطيب برضو بتبقى حلوة قوي. وبس جبت بصلاية بقى مبشورة، عصرتها، خدت التفل بتاعها وخليت المية بتاعتها على جنب. مش هرمي المية بتاعتها، وكمان مش هحط البصلة بالمية بتاعتها على الكفتة كلها مرة واحدة، عشان المية دي اللي هتخليلي الكفتة بتاعتي تفك. فانا عصرت البصلة وخدت التفل بس، والمية هخليها مية البصل هتبلها بحبة ملح وفلفل، واصبع بيها الكفتة عشان تدي اللحمة بتاعتي طعم، تديها طعم البصل كده وتبقى حلوة قوي. وممكن تحطي برضو على مية البصل دي معلقة صلصة، برضو بتخلي الكفتة لونها حلو قوي. بس وهنا جبت الخلة بتاعتي وبدأت اصب عليها الكفتة زي ما انتوا شايفين كده. صبعتها، جبت 2 خلة مع بعض وعشان تمسك فيها وصبعتها. وفي برضو خطوة مهمة جدا بعد ما حطيت التوابل والبصل على اللحمة وعملتهم مع بعض، قلبتهم مع بعض جامد جدا عشان التوابل تخش في اللحمة بتاعتي. خليتها في التلاجة تتشمع حوالي من ربع ساعة لنص ساعة، عشان اما تيجي تعمليها ما تفكش معاكي، وتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده. بصوا ماسكه نفسها ازاي على الخله، وما بتفكش خالص. وبس هنا كده زي ما انتوا شايفين، بصوا صبعناها ازاي على الخله. واهم حاجه خطوه ميه البصل دي بجد بتديها طعم حلو قوي. وهنا خلصت الكميه بتاعتي، ده نص كيلو بس من اللحمه المفرومه، عملت معايا الكميه دي. والنهارده بقى هنشويها في الجريل. ممكن انت تحطيها في صينية عادي من فوق ربع ساعة مثلا، وبعد كده تحطيها في الفرن. انا هنا حطيتها في الجريل بتاعي على طول، بتبقى حلوة قوي، بتبقى مشوية كأنها جاية من بره. وبرده في الصينية ممكن بعد ما تطلعيها من الفرن تحطي فيها فحمة، تولعي فحمة وتحطيها فيها وتطفيها بحبة زيت، بتديكي نفس الطعم ايه اللي انت جايباه من بره، يعني كأنك جايباها من بره بالظبط مشوية. بصوا هنا ما حطيتش حاجه خالص في الجريل بتاعي، ولا زيت ولا اي حاجه، عشان اصلا اللحمه بيبقى فيها دهون فبتنزل الدهون بتاعتها. وبس حطيت الكفته بتاعتي، وما تفضليش تقلبي فيها كل شويه عشان ما تفكش منك وتتهري، يعني ما تمسك نفسها كده تقلبيها. بس زي ما انتوا شايفين الشكل كده تحفه بجد بتاع الكفته. وطول ما هي في الجريل افضل ادهنها كده بميه البصل برضو،
عشان كمان المية دي اما تنزل البخار اللي طالع يسويلي الكفتة. وقفلت برضو عليها الجريل حوالي 5 دقايق عشان الكفتة بتاعتي تستوي، وما وطيتش عليها النار قوي عشان ما تنزلش ميتها والمية دي تخلي الكفتة تفك. فخليت الحرارة بتاعتي متوسطة، مش واطية قوي ولا عالية، عشان الكفتة تستوي. وبس كده، وما خدتش معايا وقت خالص وكانت استوت. وحاول برضو اقلب فيها عشان كلها تاخد اللون الشوي، بس ما نقلبهاش في الاول عشان ما تتهريش. وبس كده، وصفة النهاردة بتاعتنا خلصت، وده شكلها بعد ما طلعناها. يا رب تكون عجبتكم. ولو لسه بقى تتفرجوا على الفيديو لحد الاخر، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. باي باي.